عاملين ايه؟ يا هلا ومليون هلا بالحبايب، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد على القناه، هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كله يصلي على النبي ولايك للفيديو. حلوين النهارده فيديو مشتريات، بما ان الدنيا غاليه واي بيت ميزانيته محدوده، فانا بنزل مش بجيب كل حاجه والسلام زي الاول. حاجات اساسيه عندي في المشتريات بتاعتي لما بكون بحتاجها في المطبخ. تمام. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، بما اني انواع الجبن كلها غليت فانا بقيت اجيب القريش. نوع الجبن القريش بتاع السوبر ماركت نفسه في نوعين، في نوع ب49 ونوع ب75. هي بتفرق من كامل الدسم وخالي الدسم. احنا عايزين نعمل دايت، هنجيبها اللي هي ام 49 او 50 جنيه، اسمها الطيبين تقريبا. تمام. الجبنه القريش بتاعه السوبر ماركت ميزتها ان هي حلوه جدا وممكن الاولاد تاكلها عادي، ما فيهاش الحديه بتاعه وطعم الجبنه القريش اللي احنا بنشتريها من بره من اخواتنا الفلاحين او من السوق. وبجيب جنبها جبنه كيري سايبه، دي الكيلو بتاعها ب46، بجيب برضو نص كيلو. وبجيب برطمان صلصه. انا مش بستخدم صلصه كتير بس للزنقات. يعني مثلا في فيديو هنزل لكم انا ما كانش عندي طماطم فيه، استخدمت بديلها الصلصه دي ايام الازمات لما يكون عايزه اطبخ وما عنديش طماطم. ومرقه، المرقه مش بستخدمها دايما. والبيكنج باودر، بجيب كيسين بيكنج باودر وكيسين خميره وفانيليا زي كده واسيبهم على جنب لربما اعمل كيك ولا اي حاجه. المكرونات، ارخص نوعين مكرونه في السوق، نوع اسمه جواهر ونوع اسمه الاصيل، ارخص حتى من السايبه. الاصيل وحشه جدا وبتعجن، جواهر نوعا ما كويسه والفرق ما بينهم نص جنيه. دي جواهر دي ب7 جنيه الا ربع. تمام. اما الاصيل ب6 جنيه ونص. تمام. كنت عايزه، جبت منها اللي ناقصني اللي هي المرمريه والقلم، وكنت عايزه منها شعريه، ما لقيتش شعريه في السوبر ماركت. كل انواع المكرونه موجوده بس ما كانش فيه شعريه غير المطبخ. فجبت كيس زي ما انتم شايفين كده، رحت البقاله قلت له اديني شعريه سايبه، قال لي ما فيش برضو سايب. فجبت المطبخ وكان في عرض على الزبادي. انا مش دايما بجيب زبادي من بره يا جماعه، بس العرض ده حلو. ده 6 عبوات ب18 جنيه لبنيتا. دايما بجيبه من وقت للتاني في التلاجة، بيبقى حلو جدا. 6 علب ب18 جنيه. لا ده عرض تمام، عشان هو الزبادي اغلى من كده. بتلاقوا في عبوات زبادي وصلت 6 جنيه و7 جنيه من الصغيره مش الكبيره. وطبعا شوكولاته سما دي اساسيه بقى، هحطها عندي في دولاب الحلويات لربما اعمل حلوه ولا حاجه. فاكرين بقى من سنه الشوكولاته دي كانت ب11 جنيه، دلوقتي بقت ب20 و21 جنيه. وبجيب 2 كيلو رز اساسي معايا، اي نوع رز انتوا حابينه. المشتريات دي اسبوعيه طبعا، محدش يقول لي شهريه. وكيلو دقيق لربما اعمل قرص او اي معجنات سريعه كده للفطار او العشاء. وده كاكاو. بصوا بقى، حكايه الكاكاو دي غريبه. الكاكاو اللي عندي كان خلصان، انا دايما بجيب كميه نص كيلو ربع كيلو. فانا اخر حبه خلصانين عندي كان مكتوب ان هو ب45 جنيه الكيلو، انا كنت جايبه نص كيلو. اداني العينه اللي انتوا شايفينها دي ب20 جنيه، فربنا يرحمنا برحمته. الكاكاو بقى شويه شويه هناخدوه كده ايه بالجرعه. جبت حاجة حلوة قوي. بصوا بقى، في محلات اسمها الطاووس دي في بكوس على الترام، معروف جدا، بيبيع اللي هو خيار مخلل وطحينة جنب كشري المدهش، ومخللاته رائعة. احسن واحد في الدنيا بيعمل مخلل خيار. تمام. جبت نص كيلو مخلل خيار، جبت ب20 جنيه طحينة سايبة. قلت امشي بيها حالي. وجبت كمان من عندهم عسل اسمر او اسود، الاتنين واحد على فكرة. والاصفر ده طبعا دول شويه ليمون بالزعتر بالعصفر وحبه البركه، حلوين جدا. ده بقى اسمه مش دمياطي، عندهم طعمه حلو جدا والكيلو ب20 جنيه. حاجه كده زي المش التركي بس هو مش تركي. دوقته وعجبني جدا. اللي يعرفوا فيكم او يعرف بيتعمل ازاي يقول لي يا ريت فيكم. بس هي دي المشتريات الاساسيه اللي هي بحب ان هي تكون موجوده. الاجبان، الرز، المكرونه، الدقيق، الاساسيات. اي رفاهه ودلع تاني كنا بنعمله ده خلاص شطبنا عليه. الاهم فالمهم في الغلا اللي احنا فيه. وربنا يرحمنا جميعا ويوسع ارزاق الجميع. هو ده فيديو النهارده. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيره. لايك يا جماعه، ما تبخلوش على الفيديو بلايك، واشتراك وتفعيل الجرس في القناه عشان يوصل لكم كل